السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل المحوجة. المقادير بتاعتي اللي هي كيلو دقيق، عليه نص كيلو سكر بودرة، عليه نص كيلو سمن زائد زيت، يعني 200 جرام زيت، 300 سمنة، وعندي فانيليا، وعندي معلقة خل، وعندي توم حوايج محوجة شاريها من عند العطار، وعندي نص معلقة كبيرة بودر، وعندي نص معلقة صغيرة مشادر، وطبعا في مية للعجن، وسمسم للوجه بتاعة المحوجة. هنشوف هنعمل ايه. كل المقادير عندي هحطها على بعضها: الدقيق، على السكر، عليه السمن، كل المقادير على بعض، الخل، النشادر والبودر، الفانيليا، وطبعا الدقيق منخول وعليه ذرة ملح، الحوايج المحوجة. اندمجوا كده مع بعض، وهبدأ هبس العجينة كأني ببس الكحك بالظبط. بسيت المقادير كده مع بعض. بعد كده عندي مية دافية، واحط شوية شوية لما تبقى عجينة. حطيت المية والعجينة بتتلم كده، ما بتتعملش زي العيش، لا بتتلم كده، والعجينة كده بقت كويسة. هقسمها على الصواني وهنشوف شكلها ازاي. بططتهم في الصواني وحطيت عليهم سمسم، جم 3 صواني. الصينية دي مقاسها 40 ودي 35. هعلق على الفرن 170 درجة، 170 180 على الرف الوسطاني، وهسويهم ان شاء الله. انا بخبزها بدون ما اقطعها، بدون ما اخرطها. امال بقطعها امتى؟ في نص السوا ولما تخرج من الفرن كمان. ودي شكل المحوجة لما طلعت من الفرن. جميلة جدا المحوجة، بتكون رقيقة وتبقى سهلة الفك من الصينية، علشان ما بقطعهاش وهي عجينة، بقطعها ولما تدخل في في نص التسوية بطلعها واقطعها واخليها تكمل تاني. وديت المقادير مكتوبة اهيت، عشان اللي بيعاوز يشتري الحاجات من عند العطار او البقالة. فالحوايج مكتوبة اهيت، المقادير مكتوبة اهيت. والنار طبعا بتكون متوسطة. نبص نلاقيها هي شكلها جميل من اسفل ومن اعلى، متبقاش محروقة ومستوية وبتدوب. والسلام عليكم ورحمة الله.